يا مساء الهنا، يا مساء السعادة. على طول بنعمل الجاتوه بطرق صعبة جدا. أعجن وأخبز وأقطع وأشكل وأعمل حاجات كتير جدا. أنا جايبة لكم الجاتوه النهاردة بطريقة تحفة في 5 دقايق. هنعمل الجاتوه النهاردة في 5 دقايق وبس. طيب إيه الجاتوه ده يا شيف وعبارة عن إيه؟ تعالوا أقول لكم عبارة عن إيه. معايا بسكوت سادة، بسكوت ساده، اي نوع بسكوت ساده او بالشوكولاته. كده كده هحط له كاكاو، يعني لو في بالشوكولاته هيبقى افضل. تمام اهو. 3 بكاوي بسكوت سادة. زودي الكميه يا ست الكل زي ما انت عايزه، بس انا بس هعمل الكميه دي اوريك الطريقه وانت ضعف زي ما انت عايزه. حصل عيد ميلاد، في مناسبه، في ضيوف جايه، الكلام ده كله، عايزه اعمل حاجه حلوه اكلها من غير مناسبه، هلاقي الطريقه دي واحلى جاتوه واشيك جاتوه تعملي النهارده. تمام. حطينا البسكوت، معايا معلقه ونص من الكاكاو الخام، ركزوا معايا، ومعايا عندي موز مستوي. الموز المستوي هرميه؟ لا، هقطعه كده اهو. بصوا مستوي ازاي. انا عايزه كده ليه؟ لان انا ما بحطش اي سوائل هنا، ولا لبن ولا ميه ولا اي حاجه. كل اللي هعمله كده 3 4 حبات من الموز المستوي يا ست الكل وخلصنا اهو. طيب هنعمل ايه تاني؟ هنضرب 3 مكونات فقط في الكبه بتاعتي. الكبه بتاعتي تمام. نضغطي ونشغل الكبه، وهنضرب كده دقيقتين اتنين القوام بتاعي هيبقى تحفه معايا. هضرب كده دقيقتين بامانه، اقل من دقيقتين هنعمل احلى جاتوه. احلى جاتوه. بصوا، ولا في ميه ولا في لبن ولا اي حاجه، وده القوام اللي انا عايزاه. طيب هنعمل ايه؟ هنجيب ورق زبده على ما اطلع العجينه واوريها لكم. وطلعت معاكم العجينه اهي. دي العجينه بتاعتي اللي انا عملتها. تمام. حطيت على ورق زبده، وهجيب ورق زبده كمان كده واضغط كده، وهاتي يا ست الكل اي حاجه عندك وافردي بيها العجينه بتاعتك بالشكل ده. اضغطي وافردي، ونرجع مع بعض. ورجعت معاكم يا حلوين، وفردت العجينه بالشكل ده. انا حسيت ان هي هتلزق معايا، فرحت حطيت كيس بلاستيك ابيض. تمام. وفردت العجينه كده اكتر كده بالشكل ده. تمام. ورق الزبده، بصوا شكل العجينه عامله ازاي. طيب هنعمل ايه؟ تعالى اقول لك هنعمل ايه. انا عشان ما اطولش عليكم الفيديو، انا عملت ايه؟ جبت مج من الكريمه الشانتيه، ونص مج او 3/4 مج من اللبن. تمام. و3 معالق سكر بودره، وضربتهم لمده 5 دقايق، واداني القوام ده كريمه شانتيه. هننزل كده ونفرد اهو. الله 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 الله، ولا اروع ولا اجمل من كده. حطي بقى انتي الحشوه اللي انت عايزاها. انا بوريك الطريقه وبديك الفكره، وانتي يا ست البنات براحتك. اهو عندنا كتير اهو. طيب ممكن احط حاجه تاني، احط مثلا شوكولاته. عندي شوكولاته وقطعتها بالشكل ده اهو. بسكوت لو عندك حبه اللي انت عايزاه، المتاح عندك حطيه. مش عايزه تحطي حاجه تاني غير الكريمه الشانتيه، حلوه قوي. طيب هنعمل ايه؟ ركزي معايا. هجيب الوجبه كده اهو، واقلب كده حوالين، اسحب عليا واقلب تاني ونقلب تاني، وهكذا. ويساوي يا ست الكل اهو. نشيل ده خلاص، انا معايا كيس البلاستيك اهو. ونساوي من الجناب كده وننزل كده. بصوا 3 بكاوي بسكوت يعملوا لك قد ايه.
الجاتو 17 ونص ب25 على حسب. فاهو كده واساوي كده تمام. طيب هعمل ايه بعد كده؟ انا هحطها في التلاجة لمدة نص ساعة مثلا. بس ثواني هنشوف هنعمل. انا نقلتها على الطبق تمام كده. تجمد شوية، بس ممكن ازوقها على الوش الاول وبعدين احطها شوية تمام. نشيل الكيس ده خالص كده وارجعها تاني كده واقلب بالشكل ده. نزوقها وبعدين نحطها في التلاجة. خلي بالكم يا جماعه ما ينفعش تتقطع كده وهي طريه، هتلزق في السكين تمام. انا هزوق بكيس الحلواني كده منظر اهو. وبعدين انا احطها في التلاجة ونيجي نقطعها مع بعض. بصوا الشكل يا جماعه، بصوا حاجه كده قيمه بجد، حاجه شياكه يعني. اهي جاتو ولا مش جاتو؟ ولما نقطعها هتشوفوا شكلها احلى واجمل شويه. نص ساعه كده نحطها ونرجع مع بعض. ورجعت معاكم يا حلوين. انا بصراحه سبتها ساعه بعمل شغل البيت فسبتها ساعه تمام. بصوا نشفت جدا جدا تعرفي. بصوا نساوي الاول، عايزه اجيب لكم كده سنه، نساوي من هنا ومن هنا تمام. ونقطع بقى ايه القطعه اللي انا عايزاها او المقاس اللي انا عايزاه بالشكل ده. احلى جاتو ولا مش احلى جاتو؟ بصوا يا جماعه، بصوا الشكل روعه روعه. عملنا جاتو فظيع وفي 5 دقايق تمام للولاد. تحفه تحفه تحفه. الله 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 الله. بصوا بصوا الخلطه عامله ازاي، بصوا الشياكه، بصوا الجمال. قومي اعمليها ما تطنشيش، قومي اعمليها. بتتجاب من بره بمبالغ. هنجيب الدستة بمبلغ وقدره، لا هنعمله في البيت مش هيكلفنا حاجات بسيطة جدا 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 غير التكلفات اللي احنا بنجيبها من بره تمام. بصوا الشيء، عايزة صورة معايا. لو عجبكم الجاتوه السهل اللي بالبسكوت والموز تمام اعملوه وجربوه وقولوا لي رأيكم ايه فيه. وبجد حكاية بجد تحفة. عايزة ادوق معاكم بس ادوق حته من الزياده اللي هنا مش هتترمي طبعا، فادوقها معاكم. بامانه بامانه تحفه طعمها. قولوا لي رايكم في الكومنتات، اعملوه وجربوه واحكموا انتوا بنفسكم. متنسونيش في اللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وبألف هنا على قلوبكم الطيبه الجميله. باي.